كنت صغير كتير وقررت أعمل الشيء يلي كل الناس بسوريا بتخاف منه. أبي قال لي لازم تعمل هذا الشيء. أمي قالت لي لازم يا محمد تعمل هذا الشيء. لك حتى كل العالم حوالينا وقرايبينا كانوا ناطريني لحتى أعمل هذا الشيء. قدمت بكالوريا. أبي حطني بمعهد، العالم هيك فوق بعضها، طلاب طلاب طلاب، يعطينا الأستاذ الدرس وأنا ما أفهم ولا كلمة. رجع لعند أبي له يا أبي أنا فهمان صاحي، كل شغلة عم يقولها الأستاذ فهمانة، بس أنا كنت والله العظيم عم كذب. أبي عطاني مكافأة 1000 ليرة، قال لي يا محمد هي اجرتك من البيت للمعهد ومن المعهد للبيت. بس أبي ما كان بيعرف إنه أنا كنت روح مشي، لأنه أسهل من السرافيس أساسا. لوقت من يومين 3 شفت شاب صغير بالشارع قال لي يا محمد أنا عم أقدم بكالوريا. فأنا سألت عليه تلقائيا، قلت له يا حرام، بس هو كان كتير مبسوط. قلت له أنت ليش مبسوط؟ قال لي عم بستخدم تطبيق آينو ليش؟ قلت له شو هذا التطبيق؟ قال لي هذا التطبيق يلي بريحك مشان تقدم بكالوريا، بإمكانك تقدم بكالوريا بالبيت بدون معهد مع أفضل الأساتذة وأنت قاعد مبسوط. لا وعاملين كود حسن باسمي. سألت أبي قلت له يا أبي لو كان هذا التطبيق على زماننا كنت أنا ما صرت دكتور وبطلت أطلع على السوشيال ميديا، والله كنت صرت دكتور.